الترتيب ده مهم بقى جدا على فكره. بالترتيب هنا مهم. وكمان احتمال تعمل فراكشنال ليزر او حاجه. فلاكس لو عندها بقع او كده او حفر. ايوه. ايه مين قبل مين بقى؟ الفراكشن هنبتدي بيه ساعتها، لان انا ممنوع بعد الفيلر، وده مهم جدا، ممنوع بعد الفيلر حاجات كتيره تتعمل لان لحسن تدوب. يعني ايه لحسن تدوب مش هتجيب النتيجه المرجوه يعني. فاحنا عايزين الناتشرال لوك الاوبجيكتيف دلوقتي او الموضه دلوقتي اللي احنا بنقول عليها الناتشرال لوك من اول الليب لغايه دي والرفعه دي، انما المسافه من دي لدي والمسافه من دي لدي كلها بقت مظبوطه. طيب لو عروسه هتتجوز بقى ان شاء الله بعد رمضان كده على العيد الصغير، تبتدي بقى البروفايله من دلوقتي عشان نتائجه ما بتجيش 100% في اولها، ولا بتيجي على طول؟ بتيجي اليومين دول. لان هي محتاجه هي وطنط هي وام العروسه مامتها طبعا تيجي هي وطنط وحماتها حماتها احنا دعوه. انما حماتها تيجي ما تجيش، مش هي دي قضيتها، او حتى تقول انت ما قلتوليش ليه وحاجات كده. انما هي دي اهم حاجه ان هي تيجي. امتى بقى يبان النتائج؟ بعديها قبليها بشهرين 3 احسن حاجه. طب نسيب وقت رمضان ده ايه؟ نغذي البشره اكتر. صحيح. نغذي البشره اكتر، نغذيها اكتر، وهننزل في الرقبه، لان الرقبه دلوقتي الحته دي مهمه قوي قوي قوي. فيها اليسرين اللي انا دايما ريكومندد مع الحاجات التانية اللي هي بروفايل حوالين العين كمان وتحت العين كده طبطبه كده، وظبطه الحاجب. ما حدش يعمل حاجه، والنبي كويس انا افتكرتها، ما حدش يعمل حاجه جديده قبل الفرح. هعيدها تاني، واحنا قلنا ان ليله الحنه دي هنتكلم عليها كتير قوي 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 قوي. كان ما اعرفش معايا بيتكلموا في ايه. ليله الحنه دي ما حدش يعمل حاجه جديده عشان ازاله بقى شعر وليزر وبتاع ويحصل التهابات. حاجه جديده ليه؟ لانها لا قدر الله تقوم عامله مشاكل غير قابله للحل. وارد يبقى في حساسيه، وارد يبقى في اي يعني رد فعل عكسي. فدايما يقول لك ايه؟ الحاجه تتجرب. لما الحاجه تتجرب مع ديت والماتريسكين وخانها مره واثنين وثلاثه، يبقى دايما الترتيب كده. جايه تعمل بوتوكس فيلر ليب، نعملهم ونقوم عاملين ايه معاهم بعديهم النضاره. طيب